وبركاته. شلونكم يا متابعين في قناة الأسطورة والشهم العماني؟ كيف الحال؟ كيف الأخبار؟ عساكم بخيرين. بخير الحمد لله نشكر الله. اليوم وش عنوان المقطع يا الأسطورة؟ اسألني واسألك في المجالات اللي تحب انك تمارسها في اليوتيوب او العمل في اليوتيوب. الآن بنبدأ. قبل لا نبدأ وش لازم يسووا المتابعين؟ لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه. شكلنا اليوم بنسوي مقطع أسطوري الصراحة. كم ودك المتابعين يوصلون لايكات لهذا المقطع؟ ما أقل عن 1000 لايك. يعني طالبكم وعندهم مقاطع جاية أقوى يوصلون 1000 لايك. يمكن بسوي مسابقات. هل ممكن انك تسوي سحب؟ هي ممكن. خلاص وصلوا قناة الأسطورة. بحط الرابط مع القناة في الوصف، وأتمنى أنكم كلكم تصيرون تدعمونا. يا الأخ الأسطورة، كيف كانت بداياتك في اليوتيوب؟ كنت يوتيوبر مبتدئ، تعلمت من اليوتيوبر الكبار مثل عبد الله النعيمي. كثير من اليوتيوبر تعلمت منهم. وايدين يوتيوبر يعني يقدمون محتوى رياضي، خاصة عبد الله النعيمي، محمد عدنان، ومن هذه المشاهير اليوتيوبر. ما شاء الله. طبعا من أول يوتيوبر دعماك؟ الشهم العماني. قناة الشهم العماني. متى انت بديت؟ يعني حافظ انت متى التاريخ اللي بديت فيه يوتيوب؟ والله انا بديت في نوفمبر الماضي، ونزلت بعض المقاطع، لكن صارت ظروف على قناتي وتمسحت، لكن الان انا راجع بقوة ان شاء الله مقاطع بشكل مستمر. ممكن تخبرنا كم عدد مشتركين القناة؟ والله وصل 10 مشترك. الان ننتقل الاسئلة الى اليوتيوبر الشهم العماني. يوتيوبر الشهم العماني، وهل يوتيوب مربح بالنسبة لك؟ بالنسبة لي الصراحة يعني على حسب، هل المتابعين يدعمونك بشكل قوي؟ لأنه يعني الصراحة اليوتيوب ما يعطون إلا لازم توصل فوق 1000 مشترك عشان يعطونك الربح. فأنا يعني الصراحة يعني بعدنا ما واصل، يعني إن شاء الله بس المتابعين أحس إن شاء الله يعني بيواصلونا بإذن الله. دائما نحن مع بعض، كل شيء إن شاء الله بيستوي. لا تخاف يا الأخ أحمد. والآن عندي سؤال ثاني لك، والسؤال الثاني لك، هل تفكر تغير محتواك من محتوى الجيمنج إلى محتوى آخر؟ وش هو؟ والله الصراحة أنا أفكر إني يعني أسير يعني ألعب يعني أكون يعني مثل يعني قناة يعني كرة، وأتكلم عن المباريات، مثل المباريات مع ريال مدريد، مع برشلونة، يعني صراحة. وش السبب اللي خلاني إني أفكر؟ يمكن بعد وش دراك، ممكن أستوي قناة كرة يعني يوم من الأيام، لأن الصراحة تأثرت من مع الكورة، مثل محمد عدنان وبعد عبد الله ويعني ومحمد الكندي. ما فياض الكندي. الأخ فياض الله يشفيه. الأخ فياض، تحية مني لك من قناة الأسطورة والشهم العماني. وإن شاء الله ترجع بشكل أقوى وصراحة. وبعد يعني خاطر إني أخلي يعني قناتي قناة يعني قصص وأشياء بسبة اسمه عبد الله العلوي. قناة بسألك يا أحمد، هل تعرف قناة عبد الله العلوي؟ نعم، هي قناة جميلة جدا، يقدمها الشاب العماني عبد الله العلوي، ومحتوى القصص الجميل والبناء والعمل اللي يقدمه الصراحة. هل تعرف أحمد إن هذه القناة قناة عمانية؟ نعم، قناة عمانية لها مستقبل صراحة واعد. هي تقريبا يعني أكثر قناة عمانية عليها على المشتركين.
هل تعلم أحمد أن أبو فلة تكلم عن هذه القناة يوم من الأيام؟ أيوه. عن قصة ذاك الطفل الفلسطيني الذي توفى رحمه الله. رحمه الله. وش توصل يعني رسالة لأي حد يعني وده إنه يبدأ ينزل مقاطع، بس لكن ما يلقى وايد دعم. أوصل له إنه لازم يجتهد، إنه لازم يمارس، يشوف محتواه، والدعم بيك، توكل على الله وخذ بالأسباب، وإن شاء الله المشتركين بيونك. وأيضا يعني هل ودك إنك يعني في يوم من الأيام فكرت، إنك تسكر قناتك في اليوتيوب؟ لا والله. لوين ودك يعني لأي كم عدد المشتركين اللي ودك توصل لهم؟ إن شاء الله أقل شيء 100,000 مشترك. 100,000 مشترك أقل شيء؟ إيه. الآن سوف نودعكم يا المتابعين، ونستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، وانتظرونا في مقاطع قادمة. سبحان اللهم بحمدك، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وداع. يلا مع السلامة من قناة الأسطورة والشهم العماني. باي.